ده لين. تخيل تكون عايش حياتك كلها كابن للخاين، وكل اللي حواليك شايفينك وصمة عار. حياته كلها بتبدأ تحت ضغط البلطجة والإهانة، بعد كده بيكتسر نظام النهب المتعالي. مع كل تحدي بيكبر وبيقوى، هدفه الوحيد انه يمسح اسم اهله من العار ويرجع كرامته. هل هيقبل بالذل ولا يتحول لقوة تدوس كل اللي قدامه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض النهارده. عاوزك قبل ما نبدأ تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتدوس لايك، ويلا بينا اقول لك القصة بدأت ازاي. بتبدأ قصتنا ببطلنا لين فين، وبيتهموا اصدقائه في المدرسة ان هو اللي قصد يأذيهم خلال المحاكمة، فكانوا هيقتلوه. وهنا لين بيقول مش انا، لكن اصحابه بيضربوه بيقولوا له انت حتى مش قادر تعرف لنا اللي جابها، ابن الخاين لازم يموت. وقتها بتظهر سو، واحدة زميلتهم في المدرسة، وبتقول حتى لو كان لين اقل واحد في عيلته، بس مهما كان هو زميلنا فما ينفعش نتعامل معاه بالطريقة دي. لكن البنات بيبدأوا يقولوا ان هو اللي كان بيدخل حمامات البنات وياخد لهم صور، فاكيد هو مهووس الكاميرا السرية. وبيقولوا اهله كانوا خاينين، فاكيد هو اللي كان بيسرق البنت الصغيرة اللي اتعذبت واتقتلت. فبتتفاجئ لين انهم بيتهموه كل الاتهامات دي، وهنا كلهم بيقولوا عليه ده زبالة ومختل عقليا وما يستحقش يعيش، وبيقرروا يضربوه لحد ما يموت. وفعلا بيفضلوا يضربوه. فبيفتكر لين لما كان طفل صغير وعمال يعيط علشان الشرطة بتاخد ابوه وامه، وكانوا بيقولوا انهم خاينين. وقتها لين كان عمال يعيط ويدافع عن ابوه وامه ويقول ان في حد هو اللي ورطهم، لكن ما حدش صدقه. في الوقت ده زميله بيضربه وبيقول له الناس كلها قالت لنا انك زبالة واهلك خاينين، ورغم كده مش عارفين، مش راضي تعترف بغلطك ليه؟ يمكن نترحم عليك ونسيبك. فبيرد لين وبيقول انتوا عايزين نعترف بحاجة انا ما عملتهاش. فجأة بيظهر له نظام وبيقول له احنا اكتشفنا ان حظك وحش وكل بيعاملك بطريقة وحشة، ايه رأيك تسافر خلال الزمن وتفعل النظام؟ لو وافقت كل الاتهامات اللي مش حقيقية دي هتتشال من على كتفك، والنظام هيديلك فرصة علشان تغير مصيرك. وهدف النظام هو ان لين يبقى اقوى طالما الكل شايفك وحش. في الوقت ده بيفضل لين يقول لنفسه هم اللي عايزين نعترف بحاجة انا ما عملتهاش. وقتها النظام بيقول له طالما كده الكل شايفينك وحش يبقى مش لازم تحكم على نفسك. وقتها لين بيقول مش هقدر ابعد عن القرف اللي بيعملوه فيا ده الا لما ابقى اقوى، حتى لو كنت هتظلم شويه، ايه المشكله يعني؟ ما انا كده مظلوم. وبيعترف لين بالحاجات اللي قالوا عليها، وبيقول لهم تشاو هاويو اللي طلب مني اصور البنات في السر ولسه معاه نسخه احتياطيه للصور. فبيتضايق الكل وبيهجم على الشو اللي بينكر كل ده. بعد كده بنشوف لين مرمي على شط البحر، واول ما بيقوم بيتفاجئ بتنين عنده قوه رعديه، فبيبلغوا النظام ان في عنده قوه رعد شديده، فلازم يقتل التنين ويسرق قوه الرعد. وبحركه واحده من لين بيخلص على التنين. وهنا النظام بيبلغه ان قدر ياخد القوه العظمى من المستوى اس وهي قوه الرعد، ويقدر ينقل لين القوه دي في اي مكان. فبيضحك لين وبيحس بقوه بتدب في جسمه، واخيرا بيصحي لين قوته. وفي اللحظه دي بيقول لنفسه طول ما عنده قوه كل الاتهامات اللي الزباله دول قالوها ولا هيبقى لها اي اهميه بالنسبه لي. وبيصرخ بكل قوه بيقول طالما انتوا شايفيني شرير انا هوريكم الشر الحقيقي، استنوا عشان تشوفوا. وفي المدرسه بيكون الشو بيرخم على بنت وبيضايقها وبيقول لها ما تنسيش ان انا اديتك نص النقط التجريبيه بتاعتي. فبيتدخل لين. وقتها الشاب بيقول له هو انت يا زباله ازاي قدرت تعيش وجاي هنا وعايز تعمل ايه؟ فبيرد لين وبيقول له ده اسال يا راجل، انا هنا عشان اعمل كل شر. وبيطلع رعد من ايده. فبيتفاجئ شو وبيقول له هو انت امتى صحيت قوتك الخارقه؟ فبتقول له سويا ايه ده ما تنساش ان احنا زمايل في المدرسه. فبيرد لين وبيقول لها زمايل ايه اللي بتقولي عليها؟ مش انتوا قلتوا عليا زباله فلازم اكون قد اللقب اللي هو اداها لي، وبفضل التجارب اللي مريت بيها اتعلمت ازاي اتصرف. فبتتوتر البنت ولسه هتضربه، فبتتفاجئ ان ليه بيضربها بالرعد. فبيخاف شو وبيقول له ارجوك ما تقتلنيش، انا ممكن اديلك اللي انت عايزه. فبيضحك لين وبيقول له انا مش عاوز منك حاجه، انا اللي مجهز شويه هدايا حلوه علشانك، انا عايزك تجرب عظمه الرعب. وبينزل عليه بضربه رعد جامده بتخليه يتألم. هنا شو بيعرف بغلطه وبيقول انا غلطان. في اللحظه دي لين بيقول له انا كده ما عادش حد له حاجه عندي، دلوقتي بقى عندي قوه عشان اخد حقي بايدي. فبيتفاجئ كله بيقولوا قوه الرعد دي مش عاديه، دي قوه قويه جدا. وبيفضل لين ورا شو لحد ما بيدخل من كتر الكهرباء. وهنا بيقول لين مين اللي لازم اروح له بعد كده؟ مش ممكن اسمح لاي حد منهم يهرب. وهنا النظام بيبارك لين انه اخد 500 نقطه شريره. فبيتفاجئ لين وبيقول ايه هي النقط الشريره دي؟ هي دي العمله الاساسيه للنظام الشرير. فبيفتح لين النظام علشان يشوف ايه فايده النقط الشريره ويقدر يستخدمها في ايه. فبيقول له النظام مفيش عندك خبره في الطاقه ومش هتقدر تطور مستواك، والنقط الشريره مش هتقدر تزود مستوى قوتك الخارقه. فبيتفاجئ لين وبيقول يعني ما اقدرش استخدم النقط الشريره وازود مستوايا؟ طب اقدر ابدلها في المركز التجاري؟ فبيفتح له نظام واجهه المركز التجاري وبيقول له تقدر تختار اللي انت عايزه. فبيقول لين كده كل ما يبقى معايا نقط زياده هشتري بالنقط دي حاجات. في اللحظه دي النظام بيقول له اختار اللي انت عايزه. وقتها لين بيكون محتار وبيقول كل منتج فيهم حاجه جامده بس السعر غالي قوي، هحدث مرتين يمكن السعر يتغير. فبيتفاجئ ان السعر لسه عالي. فجاه النظام بيبلغ
بيبلغوا انه فاز بمكافأة المبتدئين، ودي بتيجي مرة واحدة كل 10 مرات لما بتوصل عدد نقط الشر لنسبة 100%. وكل العناصر اللي موجودة في مركز التجاري عنده الفرصة يختار واحد منهم ببلاش، فبيفرح لانه بياخد بطاقة تضخيم ال10 اضعاف اللي بتزود قوته 10 اضعاف خلال 10 ثواني. بعد كده بنشوف مجموعة من الطلبة في اختبار صعب جدا بس بيقدروا يخلصوه بيجمعوا نقط قليلة، وهنا بيتكلموا عن سو وان مستوى النقط بتاعتها عالي وبتخطط تكسر الرقم القياسي، وبيعلوا منها وبيقولوا انها 24 ساعة بتقاتل وبتدخل مهمات عشان تاخد نقط، لكن هم مش سهل عليهم ابدا وبيحاولوا يشوهوا سمعتها، وبيقولوا انها بتاخد فلوسها من علاقتها مع الراجل العجوز اللي في الادارة، وانها دايما بتساعد الرجالة عشان يدوها فلوسهم. فبيسمعهم لانه بيقول ايه العالم السوي ده، في الظهر بيتكلم وحش وفي الوش قال يا حبايب هم برضو اللي شوهوا سمعتي وقالوا ان كنت بصورهم في السر ببص عليهم في الحمامات، دلوقتي الموضوع في ايدي. هنا لين بيقول لهم واضح ان في شويه كلاب عماله تنبح هنا، فبتتفاجئ البنات، وهنا البنت البارده بتقول له ده انت لسه ما صحتش موهبتك، ايه المؤهلات اللي عندك عشان تيجي تعمل لنا فيها قوي؟ وبتقول البنت التخينه انا خليك تركع وتلحس جزمتي. فجاه بنشوف نار حوالين لين وبيقول لهم للاسف انا صحيت القوه العظمى وصعب السيطره عليها، ادوني كل نقاطكم التجريبيه، لكن بنات بيرفضوا يدوا اي حاجه، فبيهزقهم لين وبيبدا يضربهم، فبتستخدم كل واحده منها قوتها لكنهم مش بيقدروا عليه، وفجاه بيلاقوا نار تحتيهم، وهنا بيظهر لين وبيقول لهم انا اديتكم فرصه بس انتم ما تستغلوتهاش، وبيضربهم بقوه الرعد لحد ما بيخلص عليهم وبيصورهم المره دي، وبيقول لنفسه انا محتاج انشر منشور علشان احتفل وافكر في العنوان اللي هكتبه علشان اكره الناس فيا اكتر. في اللحظه دي النظام بيقول له خلص المهمه علشان تسرق النقط، وبياخد لين 800 نقطه شريره، فبيتضايق لانه بيقول النقط دي بس على ال3، لازم احافظ على قوتي واشوف طرق تانية علشان اخد نقط المحاكمه، وبيروح عشان يقاتل الوحوش، فبيقابله 2 من زمايله، فبيستخدم لين قوه الرعد وبيقول لهم استسلموا وادوني ال10,000 نقطه اللي معاكم والا هدواكم طعم الهزيمه، وبيوريهم صور ال3 بنات اللي قتلهم، وبيقول هتسلموني علشان القوه العظمى اللي في ايدي والا اللي انتم شايفينه ده هيحصل فيكم، فبيسلموه كل النقط اللي معاهم. وقتها النظام بيهنيه انه خد 300 نقطه غير انه اخد انجاز النصاب، فبيقول لين خليني افتح النظام علشان اشوف ايه هو انجاز النصاب ده، فبلاقي ان كل ما بيزيد عدد الالقاب الشريره كل ما تزيد قيمه الشرير وبيزيد المكسب. وقتها لين بيقول النظام بيشجعه على الحاجات الوحشه وبيقول انا لازم الاقي طريقه عشان اكسب فلوس اكتر. وقتها واحد من زمايله بيقول له تشو هاو يو هيلاقيك وهيقتلك، فبيضربه لين وبيقول له انا اللي هلاقيه وهخلص عليه. وهنا النظام بيهنيه انه ظبط زمايله في الدراسه وبياخد 120 نقطه شريره، وكده بيكمل النقط الشريره علشان يقدر يختار اللي عايزه من المركز التجاري. بعد كده في اوضه مراقبه الطلبه النظام بيبلغ المدرسين باماكن افضل 2 وبيقول لهم اكيد افضل 2 هم سويا وتشاو هاو يو، هم جاهزين عشان يهاجموا زعيم المحاكمه وقوتهم فاقت الكل، هم دايما بيطلعوا من الطلاب المتفوقين في الفصل، فاكيد المره دي كمان هيبقوا الاوائل. وقتها 2 من المدرسين بيتكلموا، واحد بيقول للتاني شكل فصلك هيفوز المره دي كمان، انا بحسدك فعلا. فبيضحك مدرس الفصل الاعلى وبيقول له تشو هاو وسويا في اي مكان بيبقوا فيه بيشتغلوا كويس ازاي، وبيقول لنفسه بس يا ترى هيقدروا يتعاملوا مع الزعيم النهائي بسهوله؟ سويا انا جهزت لك الزعيم ده مخصوص، وريني هتعملي ايه، انا ماليش ذنب من اللي قال لعيلتك. سو بتضايق عيله لين دايما، انا بس بنفذ الاوامر. فجاه بيظهر لين على الشاشه وبتترفع نقطه جدا، فبتقول واحده من المدرسين لين اتفقت نتيجته بسرعه واحنا مش عارفين ازاي ما صحاش لسه قوته العظمى، ده ازاي بقى الخامس؟ اكيد استخدم وسائل متلويه عشان ياخد النقط، انا مش عارفه ليه المدير بيحميه، الراجل ده وحش ويقدر يعمل اي حاجه قذره. في الوقت ده النظام بيبلغ لين انه اخد دائره العقاب عشان يعاقب بيها، وبيقول له خلي بالك استخدامه غلط. فبيقول لين رغم ان انا ما فزتش بالجائزه الكبرى بس فزت بحاجه حلوه جدا وهي دائره العقاب. وهنا لين بيسال نفسه هيستخدم دائره العقاب على مين، وبيقول سويا انا لسه ما انكسرتش وماليش اي حدود، وتشو هاو يو اللي دايما قرفان مني استنى بس مقابلتكم وساعتها هننتقم منكم اشد انتقام. وهنا النظام بيبلغه ان الكراهيه زادت جدا وزودت عدد نقاط الشر، فبيشوف ليه التعليقات وان الكل بيغلط فيه وبيشوفه انه زباله ولازم يتقبض عليه. فبيقول لين حلو قوي طالما كسبت كراهيه جديده اقدر اسحب ان نصيب وافوز بحاجه جديده. وبيوصل للزنزانه وبيقول جه الوقت عشان تشو والباقيين يدخلوا الزنزانه، بعدين لازم ادخل وادور على مكان اقعد فيه اتفرج على المباراه واستنى لحد ما يخلصوا على بعض واخد مكافآت من التلاميذ. وفي الوقت ده تشاو هاو يو وسويا بيستعدوا علشان يقتلوا الوحش الرئيس، وبيقولوا ان هو من النخبه من المستوى 30 وهو كلب الحمم المركانيه وده بيهاجم وبيرش حمم بركانيه. وهنا تشو بيقول لسو انت عندك قوه الجليد فالمفروض ان انت المهاجم الرئيسي، وفي الاول انا هجذب الوحش واحنا نحاصره، طول ما احنا شغالين مع بعض مش هيبقى في اي مشكله. وبيتفقوا على الخطه. فجاه بنت من اللي قاعدين اسمها تشاو تشيان بتظهر حواليها هاله كبيره، فبتقول لهم سو ما تخافوش دي بتنشط قوتها، وبتبدا البنت ترسم الوحش اللي هيواجهها وبترسم وحش حواليه برق ورعد.
وقتها سو بتقول الوحش ده مختلف عن سمات الكلب الحمم البركانيه اللي عنده صفه صخريه. وهنا تشو بيقول لنفسه انا لازم اخلص على سو، عشان كده لازم الاقي اي فرصه عشان اقتلها. وفي الوقت ده لين بيتفرج وبيضحك وبيقول لنفسه لسوء حظكم انا عندي قوه الرعد، والوحش الزعيم ده هيبقى لقطه بالنسبه لي، ومهارات تشاو وتشيان كويسه جدا، لو قدرت استخدمها معايا هتبقى حاجه كويسه. وبيستعد فريق تشاو وسو عشان يقتلوا الوحش الزعيم. وخلال المعركه تشو بيجذب كلب الحمم البركانيه فهو بيحمي نفسه من هجومه الشرس. وفي اللحظه دي بيسيب سو تقابله وبيقول لنفسه جه الوقت عشان اخلص منها. وقتها سو بتستخدم قوه الجليد وبتجمد كلب الحمم البركانيه فبيفرح الفريق. وفي الوقت ده لين بيصور اللي بيعمله تشو كبث مباشر. وفي الوقت ده الفريق بيقول اخيرا فزنا من غير اي مشكله. وفجاه بيبدا الوحش يخرج من الجليد، وهنا تشو بيضحك وبنظره كلها شر بيقول لنفسه اللعبه بدات دلوقتي. فبتتفاجئ سو وبتقول ده وحش من مستوى امراء الحرب، خلوني انا وتشو نقتله والباقي كله يبعد. فبيخرج تشو نفسه وبيقول لها تشو انا متعور ولازم امشي. وبيهرب تشو. في اللحظه دي لين بيصور وبيقول قائد الفرقه المميز هرب خلال المعركه. ده كده اخبار حلوه قوي وهتخلي الناس كلهم يتجننوا. وبتقف سو مصدومه وراها كلب الحمم البركانيه. في اللحظه دي بيحاول وحش الحمم البركانيه يهجم على سو. وقتها لين بيتدخل وبيضربه ضربه قويه وبيقول له بما اننا كلنا اشرار هنعرف نتعامل مع بعض، خليني العب معاك. فبيحاول كلب الحمم البركانيه يضرب لين، لكن لين بيتفاداه وبيضربه ضربه قويه بقوه الرعد وبيقول له الزاويه دي حلوه قوي عشان اهجم على الاشرار. في اللحظه دي النظام بيقول له بسلوكك الشرير الكل كرهك بسهوله، وكسب 300 نقطه شريره. وقتها لين بيقول بعد كل ده 300 نقطه بس. بعد كده كلب الحمم البركانيه بيحاول يضرب لين، لكن لين بكل قوه بيوجه له قبضه الرعد القويه وبيقول له المره دي خدت ضربه الرعد لكن المره الجايه هخلص عليك. لكن بيتفاجئ لين ان نقط صحه كلب الحمم البركانيه لسه ما وصلتش لاقل مستوياتها، وبيشوف ان قتل كلب الحمم هياخد منه وقت كبير فبيقرر يستخدم بطاقه عشان يخلص من كل ده. في اللحظه دي كلب الحمم البركانيه بيضربه بقوه النار والبرد. وقتها لين بيكون واقف بكل قوه وبيصد ضرباته، والبطاقه اللي استعملها بتخلص على الموقف. وبيفوز لين بصندوق كنوز في جوهره السحابه ومفتاح الاختراق المتعالي. وهنا لين بيقول المكافاه اللي في الزنزانه دي حاجه من الاخر. بعد كده بيروح لين عشان يطمن على سو وبيقول البنت دي لسه مغروره زي ما هي، بس حظك الوحش ان انا صحيت قوتي. وبيفتكر لما كان صغير وكانت سو بتحميه من الاطفال اللي بيتنمروا عليه، حتى في الثانويه كانت بتحميه من زمايلهم. وهنا بيقول لها انا ما عدتش خايف من التنمر واخترت طريقي خلاص، لو قربت مني تاني هتيجي رجلك معايا. في الوقت ده سو بتشوف لين وهو ماشي قدامها. بعد كده بنشوف لين بيجمع نقط من كل واحد. في الوقت ده تشو بيكون جاب المدرسين معاهم وفي دماغه ان سو هتكون ماتت. وهنا المدير بيقول قوه سو الافضل بينكم، المفروض ما كانش يبقى في اي مشكله. وبيوصل المدير والمدرسين للزنزانه وبيتفاجئوا ان كل مرمي على الارض. وهنا بيقولوا يا ترى ايه اللي حصل، وبيطلبوا الفريق الطبي بسرعه عشان يسعفوا المصابين. في اللحظه دي وبنظره كلها خبث بيضحك تشو وبيقول لنفسه اكيد سو ماتت وكده خطتي نجحت. وبيعمل قال يعني الواد مصدوم وبيرمي نفسه في الارض وبيعيط وبيقول انا اسف يا سو، انا اسف للكل. وتالين بيكون مستنيه وبيتريق على شو بيقول قائد الفريق الطيب قوي، هتخليني اتعاطف معاك وعيط يا راجل. فبيتوتر شو بيقول هو لين بيعمل ايه هنا. وفي اللحظه دي بينصدم الكل وبيقول له ايه اللي جاب لين هنا. وفي اللحظه دي تشو بيحاول يتخلص من لين ويلبسه الليله. فبقول ان لين اللي اتدخل فجاه وده السبب في انهم فشلوا في هزيمه الزعيم. فبيبتسم لين وهو معاه الدليل بالصوت والصوره. وهنا بيقول له لو فشلت خطتك حاول تدور على خطه تانية، لو انا اللي منعتكم تهزموا الرئيس فازاي انا هزمته ومعايا المكافآت بتاعته. فبيتفاجئ تشو بينصدم الكل ازاي لين قدر يقتل الزعيم. ورغم كده تشو بيكمل في وساخته وبيحاول يلبس لين في الحيطه للاخر وبيقول له انت اكيد استخدمت حاجه حقيره وسرقت مكافاه الرئيس من سو، انت حقير قوي. فبرد لين وبيقول له الحقاره علامه القوه، لو مش عاجبك انا ممكن اعرفك مين الصح ومين الغلط، ده قائد الفريق الكويس. فبيغضب المدرسين وبيقولوا له ازاي تشهر بتشو الطالب المثالي. وبيحاول تشو يهاجم لين وبيقول لنفسه انا لازم اقتله قبل ما يقول لحد على اللي حصل هنا. لكن بيتفاجئ ان مدرس الفصل بيصد بكل قوته وبيقول له الامن موجود هنا بلاش تتهور. وقتها لين بيكون متضايق ان مفيش قدامه فرصه يفرق فيها تشو. وهنا الاستاذه تشين بتاكد قصه لين وبتقول ان كلامه صح فبيغضب تشو. وهنا الاستاذه تشين بتقول لين الزنزانات بيحصل فيها متغيرات كتير بس حاول تسيب مساحه لزمايلك عشان هم كمان ياخدوا نقط. فبيقول لها لين انا خدت نقطه قليله المره دي عشان انتم ما بتشتغلوش كويس. وقتها بيغضب الكل وبتغضب تشين وتطلب من لين يسكت وبتقول له اتفضل اخرج من هنا عشان اقدر اسيطر على الوضع. بعد كده بنشوف لين في بيته ومستني ياخد من النظام الجايزه. فبتتفاجئ انه بياخد بطاقه الاختفاء لمده ساعتين. وقتها لين بيحبط وبيقول امتى اخد البطاقه الذهبيه. وبيقرر لين ينشر فيديو هروب تشو وده بيأثر على عيله تشو. هنا مجموعه من البنات بيقفوا ضد لين عشان بيشوه سمعه تشو وبتبدا البنات تكون تحالف ضد لين. فبياخد لين
نقط شريره وبيكسب كراهيه الفريق، فبياخد نقط اكتر وبيفوز اخيرا بالبطاقه الذهبيه اللي بتخليه يقدر يسافر عبر العوالم. فبيفرح لانه بيقول اخيرا اقدر اسافر عبر العوالم وانهى بالباقيين. وفجاه بينتقل لعالم تاني كله اشجار وخضره، وهنا بيتفاجئ لين بمجموعه من الناس بتهرب وبيظهر وراهم وحش من الوحوش، وده عباره عن انسان عملاق. مجرد ما لين بيلمسه بياخد القوه العظمى من المستوى الاس. بعدها بينتقل لين لبيته تاني وبيكون جمع بطاقات الخبره، ودول بيساعدوه يرفع مستواه. وهنا بيقول لنفسه اخيرا قدرت اشغل القدرات الجديده، النهارده هتقوم قيامه الشو هاويو. وفي الوقت ده بنشوف الشو هيموت من الغيظ ازاي لين قدر يكشف حقيقته ويشهر بيه، وبيكون نفسه يقتله قوي لدرجه ان نيه القتل بتكون مخيفه جدا وعامله حواليه هاله كبيره. وقتها زمايله بيبلغوه انهم شافوا لين، فبيروح تشو عشان يخلص عليه. في الوقت ده الكل بيتكلم على لين قدر يوقع كتير في الزنزانه وبيخافوا يقربوا منه، فبيفرح لانه بيقول اخيرا بيعاملوني كاني الشرير بدل ما كانوا بيستهفئوني. وهنا تشو بيقف له ومعاه شويه رجاله اصحابه، فبقول له لين ازاي واحد هربان من الزنزانه يجي لحد عندي انا؟ ما تقلقش انا كنت جاي لك. فبقول له تشو احذف الفيديو والا هدمرك. فبرد لين وبيقول له كده كده كنت بخطط اقتلك، لو عندك القدره خلينا نروح الملعب ونتخانق هناك. وفي الوقت ده تشو بيقول له انت منوف قوي عشان اموتك صح؟ خلاص خليني اساعدك. وبيستخدم تشو قوته الجباره وبيهاجم لين، لكن لين ولا بيحصل له اي حاجه. فبيتفاجئ تشو بيقول لنفسه هو ايه المشكله؟ ازاي بقى قوي قوي كده؟ يا ترى لين هيعمل ايه مع تشو؟ وهل المعركه هتنتهي بينهم على ايه؟ ده اللي هنشوفه في الاجزاء اللي جايه. عاوزك قبل ما تمشي يا صديقي العسل تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وتدوس لايك، وان شاء الله استناك الجزء اللي جاي.